سلام البنات، مرحبا بكم مره اخرى في سهل ورخيص وبنين. الا كانوا كيعجبوكم وصفاتي ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على الزر الاحمر والضغط على الجرس باش توصلوا بكل جديد القناه. اليوم غادي نديروا واحد الوجبه خفيفه للعشاء. غادي نحتاجوا فلفله مقطعه طريفات صغار بحال هكا، بصله مقطعه، نص بصله مقطعه طريفات بحال هكا، 100 غرام ديال الفرماج اي نوع جبن عندنا جوج ديال البيضات، عندنا واحد الطرف ديال الخبز مقطعينه على هذا الشكل هذا مربعات، عندنا واحد الضرس ديال الثومه محكوكه، عندنا شويه ديال الملح وعندنا شويه ديال الابزار. اول حاجه غادي نديروا الخبز ديالنا هنايا واحد شويه ونحيدوه غير واحد شويه يسخن، وغادي نحيدوه بحال اللي غادي يكرم شويه يجف من هذيك الماء اللي فيه. صافي دابا هو نشف شويه ولا شويه قاصح، غادي نحيدوه. دابا المقله درنا فيها شويه ديال زيت الزيتون وغادي نديرو فيها البصله ديالنا والفلفله هذاك الضرس ديال الثومه، نخليوهم يتشحروا واحد شويه. نديرو الملح والابزار حتى هما ونخليوها تشحر مزيان. بعد ما تشحرات الفلفله والبصله غادي ناخذ واحد الوعاء بحال هذا، واحد الصحن، ونديرو فيه بحال هكا الفلفله والبصله حنا شحرناهم. غادي نزيدو عليه شويه الخبز اللي حتى هو شحرناه، ونزيدو شويه تاع الجبن المبشور على هذا الشكل، وغنجيو للوسط وغادي نخويو هاد البيضه بهذا الشكل، وغادي ندخلوهم الفرن على درجه حراره 180. غادي نشعلوهم من الفوق ومن التحت لمده ديال 20 دقيقه. غادي نصايبو واحده اخرى عاوتاني. الكميه اللي عطيتكم انا خرجت ليا جوج. حاولوا نجيبوا الاصفار ديال البيض في الوسط. هذا هو البيض بالفلفله والبصله ديالنا ديال العشاء الخفيف. نتمنى ينال اعجابكم، وجبه خفيفه وسريعه. ما تنساوش الاشتراك في القناه، ومرحبا بكل الردود ديالكم بكل التعاليق.